فإنني أسير بحضراتكم الآن إلى بيت نبي الله أيوب. السلام عليك يا نبي الله، نحن وفد من أمة محمد رسول الله، جئنا لزيارتك في بيتك لنعلم كيف مسك الشيطان بنصب وعذاب. أيوب جبل من جبال الصبر. أيوب ظل مريضا 18 عاما، لا يقوى على القيام من الأرض، وكأن بينه وبين الأرض مغناطيسية شديدة الجذب. 18 عاما يا أيوب وأنت مريض. وقالت له زوجته ذات يوم: ألا تدعو الله أن يشفيك؟ فماذا قال لها؟ الزوجة الوفية الأمينة الصادقة ترجو أيوب أن يدعو الله لنفسه بالشفاء، فيسألها أيوب: يا زوجتي، كم سنة مضت علي وأنا صحيح الجسم؟ فتقول له: 70 عاما. فيقول لها: وكم سنة مضت علي وأنا مريض؟ فتقول له: 18 عاما. فيقول لها: أستحي من الله أن أسأله الشفاء قبل أن يمر علي 70 عاما وأنا مريض، كما مر علي 70 عاما وأنا صحيح. أستحي من الله، أستحي من الله أن أسأله الشفاء قبل أن يمر علي 70 عاما وأنا مريض، كما مر علي 70 وأنا صحيح. ما بلاؤه؟ لو كان البلاء في المال لهان الخط، فالمال غاد ورائح، والدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أوجفت جفت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علامات. لو كانت المسألة بلاء في المال لهان الخطب. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فاحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطب والكفن؟ لو كان البلاء في المال لهان البلاء، لكن بلاء أيوب كان في 3 أشياء. كان في صحته فلزم الفراش، وكان في ماله ففقد المال كله، وكان في أولاده فماتت أولاده أجمعون. لو كان البلاء في المال فالمال ظل زائل،
وعارية مسترجعة. رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة الى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. لكن البلاء شمل عناصر ثلاثة، شمل المال والأولاد، وزاد البلاء شدة أنه شمل الصحة أيضا. فالصحة تستطيع أن تعوض المال مع الصبر، ولكن البلاء شمل الأولاد جميعا، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. أولاد أيوب ماتوا، ومال أيوب ضاع، وصحة أيوب ذهبت، فلزم الأرض 18 عام. ومع ذلك كان يقول لرب العزة: اللهم ابتلني بما شئت في جسمي، ولا تجعل البلاء يتسرب الى لساني حتى اظل اقول لا اله الا الله. الله يا رب، رب هب لي المتاب حتى اتوب، رب هب لي المتاب حتى اتوب، واحيي قلبي في يوم تحيا القلوب. هب لي المتاب، هب لي المتاب حتى اتوب، واحيي قلبي في يوم تحيا القلوب. يا رب انظر بعين الرضا لحالي، انظر بعين الرضا لحالي، وكن املي عند السؤال، فاني عبد قلبي ضعيف، ولي ذنوب مثل الرمال. أيوب والبلاء يسري في جسده، يقول لرب العزة: لا تجعل البلاء يصيب لساني، لا تجعل البلاء يصيب لساني. يا رب لا تجعل البلاء يصيب لساني حتى اظل اقول لا اله الا الله، حتى اظل اقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. ومع ذلك جاءت له زوجته ذات يوم بكسرة من الخبز ليأكلها، فسألها أيوب قبل أن يأكلها: من أين أتيت بهذا الخبز؟ يسأل وهو الفقير، يسأل وهو الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئا بعد أن كان ذا مال وثراء، ولكن فقره لم يمنعه أن يسأل عن مصدر رغيف من العيش.
أمن الحلال هو من الحرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أيوب يا نبي الله، فتقول له الصومعة زوجته: كنت عند الجيران